هاي يا بنات، اهلا بيكم على قناه هبه عامر على اليوتيوب. فيديو النهارده هيكون مختلف شويه وممكن يكون جد حبتين، فيا رب الناس ما تتضايقش منه. انا طبعا بتجيلي اسئله كتير على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، بس في سؤال واحد يعني اثر فيا جامد. البنت سالتني، قالت لي ان هي سمراء، وطبعا بما انها سمراء عندها شويه بقع في وشها او ممكن تكون شفايفها غامقه شويه، والموضوع ده مسبب لها مشكله وهي فقدت الثقه بنفسها. وفي ناس يعني مثلا عرسان بيتقدموا لها وبيقلسوا عليها، يعني بيتريقوا عليها وبيضحكوا عليها، فهي حاسه ان الناس حواليها يعني مش قابلين فكره ان هي سمرة وشايفين ان هي مش حلوه، فهي بدات تحس ان هي كمان مش حلوه، فمش عارفه تعمل ايه. فانا حبيت اتكلم في الموضوع ده على العام عشان يا رب يفيد بنات تانية تكون بتفكر بنفس الطريقه. دلوقتي انا حبيت الاول اطلع لكم في الفيديو من غير ميك اب علشان كمان انتوا تشوفوني على حياتي. انا من غير ميك اب اهو خالص، عندي بقع في وشي زي ما كل الناس عندها، عندي هالات سودا تحت العين، مش قويه قوي بشكل مرضي الحمد لله، بس عندي هالات غامقه، وجفن عينيا لونه غامق اهو. وطبعا زي ما انا بتكلم معاكم هتلاقوا المفاصل بتاعت صوابعي لونها غامق، كوعي لونه اغمق من جسمي، وركبي كمان. ده طبيعي، ما متش اهو وكويسه، وعندي قناه على اليوتيوب وبعلم البنات ازاي تعمل ميك اب، وبتجيلي تعليقات حلوه من البنات تقولي ان انا شكلي كويس والحمد لله. اولا قبل ما ابدا الكلام في اي حاجه عايزه اقول لكم ان الناس تبقى 3 انواع. في نوع مغرور شايفه نفسها احلى واحده في الدنيا وكل البنات التانية وحشه، وما بتحبش حد وشايفه ان البنات مش حلوه، ده نوع مغرور. وبعدين في نوع تحت خالص، ده شايفه نفسها وحشه جدا، كارهه الناس كلها وكارهه نفسها وما عندهاش ثقه، وكل املها في الحياه ان هي توصل لصوره الممثله الفلانيه اللي صورتها موجوده على غلاف مجله، او تبقى زي تاخد نفس لوك المغنيه مش عارفه مين في اغنيه مش عارفه ايه. هو ده هدفها لان هي مش واثقه في نفسها. وبعدين في ناس في النص راضيه بخلقه ربنا، شايفه ان شكلها كويس، قابله شكلها، ما عندهاش مشكله. انا من الناس دي، انا شايفه نفسي الحمد لله قابله جدا خلقتي وراضيه بخلقه ربنا، وبشوف نفسي شكلي مقبول والحمد لله حلوه. فالناس تفكر اللي هم عايزينه، الناس تشوف اللي هم عايزينه، انا ما بيهمنيش من الكلام ده خالص. وبظهر من غير ميك اب كتير جدا، وبخرج مع اصحابي من غير ميك اب، وبقعد في البيت من غير ميك اب. يعني الميك اب بالنسبه لي مش حاجه بتنفسها، انا بحب المكياج عشان هو بالنسبه لي فن، لكن ما ينفعش تحطي المكياج علشان انتي مجبره تحطيه، لان من غيره بتحسي شكلك بشعه. دي مشكله، انتي كده تبقي عندك مصيبه. لان اللي انا حسيته من كم الاسئله اللي بتجيلي من البنات السمراء اللي عايزه تبيض نفسها او عايزه تغطي شكلها بالميك اب، انتي بتحسسيني كأن عندك مصيبه وانتي عايزه تغطيها علشان الناس ما تشوفهاش. انتي ما عندكيش حاجه عيب، انتي شكلك طبيعي، ربنا خلقك احسن خلقه، احمدي ربنا واشكري ربنا ان شكلك كامل وان ما عندكيش حاجه ناقصه. الحمد لله والشكر لله على كل حاجه. دي كده اول حاجه. تاني حاجه انا عايزه اتكلم معاكم في موضوع البياض والسمار في العالم. احنا عندنا في العالم العربي او في الشرق الاوسط المجمل بتاعنا سمر، لوننا اسمر خمري قمحي، لوننا غامق. فينا ناس بيضه بس مش كلنا، العادي بتاعنا ان احنا سمر. فطبيعي جدا ان هما يتشدوا او ان احنا نتشد للبنت البيضه ونقول عليها الله جميله لانها مختلفه، وطبيعي الحاجه المختلفه عن العين بيبقى شكلها احلى. لو رحنا بقى العكس في العالم الغربي، لو رحنا مثلا اوروبا هنلاقيهم بيشوفوا ان البنت السمراء اتراكتيف جدا وجذابه وحلوه، وبيقطعوا نفسهم بالساعات تحت الشمس علشان ياخدوا شويه لون. انا ما اقدرش اقول دول غلط وما اقدرش اقول دول غلط، لان طبيعي احنا كبني ادمين نتشد للحاجه المختلفه عننا، والحاجه المختلفه دايما بيبقى شكلها جميل، بس ما ينفعش نقول عن الحاجه التانية انها وحشه. يعني انا دلوقتي لو انا بحب البنت البيضه، ما اقدرش اقول ان البنت السمراء وحشه. ليه احكم على ان الحاجه التانية اللي انا مش بفضلها ان هي وحشه؟ ده غلط، ده اكبر غلط. والغلط ده بيجي من البنات نفسها، لان هنا عشان مجتمعنا مثلا هنا في العالم العربي بيحبوا البنت البيضاء مثلا، يعني طبعا مش كلهم، في ناس الاذواق بتختلف، بس يعني نقول قاعده مجمله. يعني لو هما بيحبوا البنت البيضاء، انت ليه تحسي ان هما بيحبوها عشان انت وحشه، ولا هما بيتجنبوكي؟ انت مش وحشه، انت خلقه ربنا.
في ناس كتير جدا تتمنى يبقى عندها لون زيك، فانا شايفه ان دي مش مشكله، انت اللي بتسببي لنفسك مشكله. بعيد عن موضوع اللون، لو دخلنا في موضوع الجسم، البنات بتقعد تتكلم على نفسها بطريقه وحشه جدا. انا تخينه قوي، انا كرشي بقى مش عارفه شكله عامل ازاي، انا لازم اروح الجيم لحسن انا شكلي بقى فظيع جدا. وبعدين انت بتتكلمي كده مع صاحبتك، وبعدين مستنيه صاحبتك ان هي ترد عليك تقولك لا والله ده انت شكلك حلو قوي. انت كده هترتاحي لما تجاملك مجامله كده كذابه؟ لا. وبعدين انت لما بتعملي كده، لما تتكلمي كده مع جوزك او مع خطيبك او مع اي شاب انت تعرفيه، انت بتاخدي نظره تحطيه على الاماكن اللي انت شايفاها عندك وحشه او شايفه فيها عيب عندك، بدل ما هو يشوف الحلو اللي فيكي انت بتاخدي عينيه تحطيها على الوحش اللي فيكي. هتقعدي معاه مره اتنين هتقولي له بص انا تخنت قوي، ده انا حاسه اني بقيت شبه الجاموسه، لازم اروح الجيم. اول مره هيقولك لا ده انت جميله، ده انت جسمك جميل، ده انا بحب الجسم ده جدا، وانت اموره، وانت مش عارفه ايه، خلاص هيرضيكي بكلمه. بعد كده هو نفسه هيشوفك شبه الجاموسه، وبعد كده لما يناديكي هيقولك يا جاموسه. انت كده اتبسطتي؟ ما انت اللي جبتيه لنفسك، انت اللي بتسمي نفسك اسماء، وانت اللي بتقولي على نفسك حاجات، وانت اللي بتقعدي تسخفي وتنزلي في نفسك قدام الناس، علشان دي كده تعتبر، انا بحس ان هي طريقه دفاع، بتحاولي تسبقي الناس وانك تقولي الخواص الوحشه بتاعتك اللي انت اصلا شايفاها وحشه، وممكن يكون الناس مش واخدين بالهم منها، او ممكن ما تكونش وحشه بس انت شايفاها وحشه. تفضلي تسبقي الناس تقولي لهم لا لا ده انا بكره مناخيري، اكتر حاجه بكرهها بصوا مناخيري عامله ازاي، ده انا عايزه اروح اعمل عمليه تجميل، والناس تكون شايفاكي عاديه. ليه دايما بتسخفي من نفسك؟ وبعدين تستني من الولاد يعاملوكي معامله حلوه ويفضلوا دايما يقولوا لك انت قمر؟ لا، لان طبيعه البني ادم انه بيستغل المواقف. انت هتحسسيه انك ما عندكيش ثقه بنفسك، هيمسك في الموضوع ده جدا، وهيفضل يعاملك على انك مش حلوه، حتى لو كان في الاول هيموت ويكلمك عشان انت زي القمر. الموضوع هيخلص على كده، وهتلفتي نظره لكل الوحش. حتى لو هو بيحبك هيفضل كل شويه يشدك لتحت يشدك لتحت، يقولك على الحاجات الوحشه اللي فيكي عشان خاطر يحسس نفسه ان هو احسن منك. وانتي كمان يعني ما تتمرعيش عليه بقى وتشمي نفسك وتحسي ان انتي حلوه بقى وجميله وكده. لا، في رجاله ساعات بيحبوا يشدوا الستات لتحت، يحسسوا ان هي اقل منهم. ليه؟ علشان تحمد ربنا بقى، يعني ان هي عندها راجل زيي ومش عارفه ايه، وهو اصلا مش كامل ولا احنا كاملين، لان الكمال لله، مفيش حد كامل. بس احنا لازم نتفق ان انتي لازم ترضي وتتعايشي مع شكلك ومع خلقتك. انتوا شفتوا كام قصه لكام بنت اللي اتحرقت واللي اتشوهت واللي حصلت لها مشاكل وشريك حياتها ما سابهاش وكمل معاها، يمكن حبوا بعض اكتر كمان بعد الازمه دي واستمروا مع بعض للاخر. ليه؟ لانه ما حبش الوش ده، ما حبش الملامح بس، هو حبب انسانه كامله على بعضها، بطيبتها بقلبها بشغلها بكل حاجه هي بتعملها هو حبها. فانت لو هتاخدي بني ادم كل همك انك تخبي سوارك وتخبي بقعك السودا وهالاتك السودا وكوعك الاسود، كل همك قاعده ليمون ليمون عماله تدعكي كوعك بليمون عشان يبيض، وهو مش هيبيض عشان انت سمره، كل همك انك تبيضي عشانه عشان يشوفك حلوه، ما تاخديش واحد كده، هتعيشي حياتك كلها في صراع. نفسك تسابقي الزمن علشان تبقي زي الناس اللي بتظهر على التلفزيون، علشان تبقي زي الممثلين اللي بيظهروا على المجلات. على فكرة هم حتى مش شبه نفسهم. الممثلة اللي بتتصور صورة بتتحط على غلاف المجلة بيقعد فريق كامل يعملها مكياج، وبيقعد حد تاني على الكمبيوتر بالساعات يعمل تعديل على الصور بتاعتها، ينفش لها الشعر شويه، يخلي لها الخدود بتاعتها زي بشره البيبي كده ناعمه خالص، ويشيل كل اللمعان اللي بيطلع لها على المناخير من الميك اب علشان يبقى شكلها طبيعي، مش سوري، علشان يبقى شكلها بيرفكت، عشان يبقى شكلها جميل. وده مش عيب، ده يعني في المجال بتاع الميديا الناس لازم تظهر باحسن شكل ليها علشان معجبينها يحبوها وعلشان يجي لهم شغل وعشان يعملوا اعلانات. ده العادي. انتي الغلط عندك انتي، لان انتي اللي بتفكري ان دي صورتهم الحقيقيه. لا، هي لما بتشيل الميك اب بتبقى شكلها شبهك علشان هي في الاخر ست، ربنا خلقنا شبه بعض. ومش عيب ان احنا نجمل من نفسنا، بس العيب ان انتي تحطي حاجه على وشك عشان انتي خايفه ان انتي قبيحه. لا، الناس كلها بتتجمل، بس مش بتتجمل عشان هي قبيحه. ما ينفعش تجملي نفسك عشان انتي حاسه انك قبيحه، لا، جملي نفسك عشان انتي بتحبي الميك اب. صحيتي النهارده ليكي مزاج وعايزه ترسمي وعملتي ميك اب على وشك جميل وخرجتي بيه، مش عيب.
العيب انك تصحي الصبح شايله هم ساعتين ميك اب تقعدي تعمليهم كاملين، ومش قادره انك ما تعمليش الميك اب عشان خايفه لما تخرجي بره يبقى شكلك وحش والناس ما يعجبهاش شكلك. ده مش مظبوط، وده المفروض انه ما يحصلش. انت كده بتحطي نفسك في مجال ان الناس كلها بتحكم عليكي بشكلك، يعني المفروض محدش يبص لشغلك ولا لعملك ولا لاي حاجه، هو بس وشك وبس. ما ينفعش. وما ينفعش تخلي غايتك انك ترضي راجل جوزك او خطيبك بشكلك بوشك بس، لا، هو عنده عيوب وانت عندك عيوب، انتوا الاتنين حبيتوا بعض، يبقى انتوا الاتنين لازم تبصوا للحلو وتتغاضوا عن الوحش. الوحش ده لو في التصرفات، لو في السلوك نحاول نصلحه، لكن الوحش ده لو في خلقة ربنا هنعمل فيه ايه؟ هنرجعه؟ هنحرقه؟ مناخيرك لو كبيرة هتبلعيها؟ هتوديها فين؟ لو معاكي فلوس وتقدري تعملي عملية تجميل وانت مقتنعة انك عايزة تعملي عملية تجميل، اعمليها لو ده هيريحك. لكن الناس اللي متقدرش تعمل عملية تجميل، الناس اللي بتخاف تعمل عمليات، الناس اللي بتستحرم عمليات التجميل، تعمل ايه؟ تفضل كارهة نفسها طول الحياة؟ لا، اتصالحي مع نفسك. وانت مش هتتصالحي مع نفسك غير لما تحترمي نفسك. انت لازم تحترمي خلقة ربنا. لما تحترمي خلقة ربنا هتعرفي تحبي نفسك، ولما تحبي نفسك هتعرفي تحبي اللي قدامك. في ستات كتير جدا من كتر ما رجالتها بتكرهها في نفسها، طول ما هم قاعدين يقولوا لها بصوا الستات عامله ازاي، بصوا الستات، بصي دي جسمها عامل ازاي، بصي شكلها عامل ازاي، وهو اصلا شكله ما يعلم بيه الا ربنا. بس بلاش نتكلم في الموضوع ده، لان كل واحد عارف نفسه، كلنا عندنا عيوب. بس احنا عمر ما الواحده بتقعد مع الراجل بتاعها تقول له بص الرجاله عامله ازاي، كلمه زي دي فيها طلاق يعني عندنا. بس الستات اللي عايشه مع رجاله بتتعامل معاها بالطريقه دي بتبقى ستات تعيسه، بتعيش حياتها حزينه وما بتحبش رجالتها زي الاول. ليه؟ لان هي اتملت بالوحش، عمال ينزلها الارض، عمال ينزلها الارض، عمال يقول لها انت مش حلوه، انت مش شبه الممثله الفلانيه، الممثله الفلانيه احسن منك، بصي ده انت عامله شبه مامتها. انت لو انت قاعده مع راجل زي ده هيكرهك في عيشتك، هتلاقي نفسك صاحيه من النوم مش طايقه تبصي لنفسك في المرايه، ومش طايقه تبصي له، وقرفانه من تصرفاته، وحاسه ان عيشتك وحشه، وشايفه الناس كلها وحشه، لان قلبك اتملى بالوحاشه. من كتر الوحاشه اللي بيقولها لك على نفسك انت صدقتي نفسك، فشفتي نفسك وحشه، بقيتي بترمي الوحش اللي فيكي على الناس علشان تشوفي الناس كلها وحشه عشان ترضي نفسك. ده مرض، انت كده تبقي مريضه، وهو هو اللي بيشدك من مرضك لتحت. لو انت لسه على البر مع واحد بيشدك لتحت وبيجرك لتحت بالمنظر ده، واحد جاهل بالعقليه المتخلفه دي، ابعدي عنه، اهربي منه، سيبيه. لو انت مرتبطه جامد والراجل ده جوزك وانت عايشه معاه حياتك، لا، انت تقدري تغيري الوضع ده، مش لازم تسيبيه، بس تقدري تغيري الوضع ده. تقفي له من دلوقتي انا ما اقبلش تكلمني بالطريقه دي، من دلوقتي انا ما اقبلش تتصرف معايا بالطريقه دي. الست اللي في التلفزيون دي لما بتشيل الميك اب في البيت مع جوزها بيبقى شكلها شبهي عشان هي شكلها ست. مفيش حد شكله كامل وانت شكلك مش كامل. لو انت جربتي كده نفسك ورحتي كلمتي جوزك كده وقلت له يعني انت دقنك خفيفه، انت ليه دقنك ما بتطلعش حلوه كده كامله زي الولاد اللي بيطلعوا في التلفزيون ولا اللي بيطلعوا صورتهم على الانترنت وبيعملوا ستايل الدقن اللي مش عارفه اعمل ازاي، اللي انا اصلا ما بحبهوش، هيقولك ايه؟ هيطلعك، هيعملك مصيبه، هيعملك مشكله، يقولك انت قاعده تبصي على الولاد. اشمعنى هو؟ ليه هو مسموح له يعدل عليكي ويناديكي باسخف الاسامي ويقولك كلام ملهوش لازمه وانت تقبليه على نفسك؟ ما تقبليش على نفسك الكلام ده زي ما هو مش هيقبله على نفسه. انا ما بقولكيش تروحي تقولي له انت ليه مش كذا ولا انت مش كذا، لان ده نظام غلط، ده نظام ناس جهله، ما ينفعش نقارن الناس ببعضها. انا بس بقولك هو لو اتحط في الموقف ده مش هيقبله، انت كمان ما تقبليهوش، ما تقبليش الكلام ده على نفسك. نيجي بقى لموضوع الاهل عشان دي مصيبه تانية. الاخ الرزل اللي ما بيعملش حاجه غير انه يسخف من اخته ويحسسها ان هي اوحش واحده في الدنيا، ده شخص رزل وربنا مش هيسيبه. وانتي المفروض ما تسكتيش، لازم تتكلمي مع اهلك ولازم تفهميهم ان الموضوع ده بيجرحك ولازم يهتموا بمشاعرك. مصيبه بقى ندخل في موضوع الام، لان الام دي ليها دور كبير جدا في الموضوع ده، وللاسف امهات كتير ما بتاخدش بالها من الموضوع ده. تيجي الام تخلف بنت وتبقى البنت سمراء، تيجي واحده صاحبتها رزله ما عندهاش ذوق ولا عندها ريحه الدم تقول لها ايه ده بنتك سمراء يعني مش حلوه، مش طالعه حلوه زيك ليه؟
فالام يعني عشان تحسن الموقف بقى وتخلي دمها خفيف هي كمان فتقول لها طالعه شبه باباها، انا عارفه طالعه ليه كده شبه باباها. ايه ده؟ عيب، عيب اللي انتي بتقوليه ده. دي بنتك، ما تراضيش حد على حسابها. والمشكله ان ان الام اكتر واحده بتشوف بنتها فعلا حلوه. انتي بتبقي شايفه بنتك حلوه وعارفه انها حلوه، بس بتسخفي منها قدام اصحابك عشان تبقي ظريفه وعشان ما تكسفيهمش. لا، اكسفيهم هم، ما تطلعيش بنتك متعقده. البنات بتتعقد جدا في سن صغير وفي سن المراهقه، بيكبروا كارهين نفسهم. ما تحطيش نفسك في الموقف ده، ما تحطيش بنتك في الموقف ده. اقبلوا شكلكم. اصحي من النوم الصبح، خلي عندك طاقه ايجابيه. اصحي من النوم الصبح، احمدي ربنا ان ربنا خلقك كامله. احمدي ربنا انك اصلا صحيتي من النوم، غيرك بينام مش بيصحى. احمدي ربنا انك صحيتي شايفه، انك صحيتي بتتكلمي وبتسمعي. احمدي ربنا ان ربنا اداكي يوم جديد، حتى لو حياتك كلها وحشه عندك يوم جديد تبدأيه تقدري تعملي فيه حاجه كويسه يمكن تصلح حياتك. ده كافي انه يخلي يومك احسن. مش تصحي من النوم كارهه نفسك وكارهه شكلك وشايله هم 600 ساعه اللي هتقعدي تحطي فيها ميك اب عشان ما تقدريش تنزلي من غير ميك اب، عشان الناس هيشوفوا شكلك كانك ميته. ما انتي لما تشوفي نفسك ميته هما لازم يشوفوكي ميته. ابعدي عن الناس اللي بتشدك لتحت. ابعدي عن صاحبتك اللي كل ما تشوفك تقولك شكلك عيان قوي من غير ماسكارا. لا، حطي ماسكارا اصل شكلك مش حلو. دي عايزه تبينلك ان هي احلى منك، ودي بتكلمك بغباء. في بنات تانية بتنصح بطريقه احسن، وفي بنات تانية بتكلمك لمصلحتك، مش تكلمك عشان شكل الماسكارا وشكلك ميت. ماسكارة ايه وميت ايه وشكلك ايه وزفت ايه؟ وشك محتاج يتنفس. ادي لوشك فرصه، علشان وشك من حقه انك لما تنزلي تحت يتنفس من الهواء اللي بتتنفسيه، انه يشوف الشمس. انك لما تمسحي بكلينكس ده كده يعني احساس حريه، انك ما تبقيش قلقانه انك تبوظي حاجه، انك تعملي كده على عينيكي ومفيش حاجه تطلع في ايدك. ادي نفسك يوم في الاسبوع حتى انزلي من غير ميك اب. وري للناس اللي بتحبك شكلك من غير ميك اب. اخرجي مع اصحابك من غير ميك اب، اقعدي مع خطيبك من غير ميك اب، اقعدي مع جوزك من غير ميك اب. اديهم فرصه يشوفوا اللي ورا وشك ايه، اللي جواكي ايه. اتكلموا مع بعض في حاجات مهمه. يعني اكيد مش هيقعد طول اليوم يتفرج على وشك، والا لما تكبري دي هتبقى مصيبه. يعني لو اتجوزتي واحد بيحبك عشان خاطر وشك بس مثلا او جسمك بس، بعد 20 سنه هيعمل ايه؟ هيروح يجري ورا بنات تانية صغيره زي الرجاله المراهقين، وانتي هتبقي عجوزه. هو هيبقى عجوز بس هو مش هيبص لنفسه في المرايه ومش هيهتم. انتي كبرتي وعجزتي وشكلك عجز، فبدل ما يحبك زياده مع العشره لا، هيروح يجري ورا بنت تانية شكلها احلى. هو ده اللي انتي عايزه تقضي معاه باقي عمرك؟ هو ده اللي انتي عماله تحطي ميك اب وضغطه نفسك وضغطه اعصابك علشان ترضيه؟ لا، يا تصلحي منه يا تسيبيه. عشان غير كده اللي بيتاذى هو انتي اللي بتاذي نفسك. حبي نفسك، اتصالحي مع نفسك. ما تفضليش تنقي الوحش من الناس وتركزي عليه علشان ما تشوفيش الوحش في كل حاجه وتنسي الحلو اللي حواليكي، علشان تقدري تعيشي في سلام وعلشان ما تبقيش كارهه الدنيا. مش قادره اتكلم اكتر من كده، مش عارفه اقول ايه تاني. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، يا رب ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي.